بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام، أستهلها بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنتناول بعض المقتطفات من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن، وقد ألفينا بعضا منها في الحلقات الماضية، واليوم لعلنا نختم بها بخير إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالله خلقنا من بطون أمهاتنا، لا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، كنا ضعافا تحت رعاية آبائنا وأمهاتنا، ثم انتقل الله بنا إلى فترة القوة والتمكين والفتوة والنشاط لفترة زمنية محدودة، ثم جعل خاتمة بني إنسان الهرم والكبر والضعف والهوان. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، هي ماضية على كل أحد من الصالحين وغير الصالحين، من المسلمين والكافرين وغيرهم. هذه سنة ماضية لا بد منها، لا أحد يستطيع أن يخرج منها. نعم، قد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض الناس فيعطيهم من القوة والتمكين في آخر عمرهم ما ليس هو بالعادة في الحقيقة. فذات يوم روي لنا أن رجلا قفز من سفينة على مسافة بعيدة، فقالوا له: كيف تقفز وأنت ابن ال70؟ فقال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. والصحيح أنها أعضاء حفظها الله في الصغر ثم حفظها سبحانه وتعالى أيضا في الكبر. الله عز وجل هو الذي يحفظك دائما، ولكن ربما هو يتأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا أنت حفظت الله في صغرك، بمعنى حفظت أوامره وابتعدت عن نواهيه، فإن الله يحفظ أعضاءك ويحفظ جسدك في فترة الهرم. حديثنا هو كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بسلام مع هذه الفئة من الناس. من أعماله الطيبة عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء الكبار السن يقدمهم في الإمامة. فعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. فليؤمهم أكبرهم سنا هنا كبار السن يتقدمون من إمامة الناس إذا كانوا في القراءة سواء وكانوا قراء، فإذا كان الشيخ قارئ ومقرئ وكبير في السن فهو الأولى بأن يتقدم. نعم. ومن ذلك أيضا تعامله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث الناس بالبدء بالسلام للكبار، فقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أخرجه البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. والقليل على الكثير حديث صحيح كما هو مبين. فالبدء بالسلام للكبار هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على احترامهم وتقديرهم وتوقيرهم. وكذلك يقدمهم في الإعطاء. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا، فقال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر،
فدفعته إلى الأكبر. وهذا أيضا كأنه وحي من الله، لأن رؤى الأنبياء وحي كما تعلمون مشاهدينا الأكارم. فهذان الرجلان لعلهما ملكان يريدان أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإعطاء يكون للكبير قبل الصغير، وهذا أيضا شرف الكبير. مشاهدينا الأكارم، انظروا إلى هذه الأمة كيف تحتمل كبراءها حسا ومعنى، وكبراءها يعني فعلا حسا ومعنى. حسا بمعنى كبير في السن، ومعنى يعني كبير في القدر. وقد تكلمنا عن تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الوجهاء، واليوم نحن نتكلم مع كبار السن. فهو النبي عليه السلام يعطيهم هذا القدر من الاحترام والتوقير. وكان عليه الصلاة والسلام يخفف عنه في كثير من الأحكام الشرعية. نعم، كبير السن يخفف عنه في الأحكام الشرعية، ومن ذلك مثلا تشريعه الاستنابة عن الكبير في الحج إذا ضعف عن الحج. يعني إذا كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يحج، لا يستطيع أن يجلس على السيارة، ولا يجلس في الطائرة، ولا يجلس على الكراسي، ويشق عليه ذلك، فإنه يجوز أن يحج عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم، يعني من قبيلة خثعم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال: نعم. ومن ذلك كذلك، يعني هنا الآن مشاهدينا الكرام كما النص واضح أن الرجل إذا عجز أو ضعف يجوز له أن ينيب، بشرط أن يكون الذي يحج عنه قد حج عن نفسه، لحديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وهذا شرط لمن أراد أن يحج، يسمونه حج البدل. لمن أراد أن يحج عن الغير لابد أن يكون قد حج الفريضة عن نفسه ثم يحج عن الغير. وبهذا تكون هذه الشريعة السمحاء قد احترمت وقدرت كبار السن، فيما لو أنهم فاتهم هذا الحج يجوز لهم مشاهدينا الكرام أن يحججوا، أن يكلفوا من يحج عنهم من أبنائهم وذرياتهم. وهذه امرأة يعني صالحة بارة بأبيها تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذه المرأة قصة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، حينما كانت تسأله، كان رديفه على، يعني هي كانت تسأله وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أظن، أو على حصان، أو على جمل، فكان رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنه وارضاه. وكانت هذه المرأة الخثعمية جميلة حسناء وضيئة كما جاء في النص. فكان الفضل بن عباس ينظر إليها يمنة ويسرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف بصره عنه يمنة ويسرة، ويقول: رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الشيطان. فالحذر من نظر إلى النساء التي لا يجوز لك أن تنظر إليهن، فإن في ذلك مس الشيطان. هذه كانت قصة هذه الخثعمية التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حج أبيها. وهذا الحديث، حديث الخثعمية، أيضا مما أشكل على العلماء في وجوب ستر الوجه من عدمه. فقد جاء عن هذه المرأة أنها كانت وضيئة، وقيل وضيئة لا يمكن أن يقال هذا الكلام إلا إذا كانت كاشفة وجهها. وحاول ابن حجر رحمه الله في الفتح أن يزيل اللبس هنا، فقال: لأنها كانت محرمة، والمحرمة لا يجوز لها تغطية الوجه. وبهنا نقاش طويل العلماء. على كل حال هو الشيء بالشيء يذكر. قال أيضا مما يعني قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكبار السن في حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها، التي ظاهر منها زوجها فقال: أنت علي كظهر أمي، لما أغضبته فأرادها من نفسه فقالت له: إليك عني. وفعلا حاولت أنها تغلبه كما تغلب المرأة الشيخ الكبير، وأخذت ثيابا من جارتها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن هذا الحكم، وأخذت هي يعني تجادله في زوجها. وفي حجرتها عائشة، بينها وبين عائشة ستار يعني أقل من 1.5 متر تقريبا، لأن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا هي كلها 16 ذراعا في 4 أذرع أو في 8 أذرع، يعني 4 في 5 تقريبا الحجرة النبوية، وفيها ستار في الداخل يفصل عائشة رضي الله عنها في حجرها.
وهذا ومع هذا ذلك تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات لقد كان يخفى علي بعض حديثها، كان يخفى عليها أو بعض حديثها. تروي ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى فيها في خولة بنت ثعلبة وفي زوجها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم أنزل الله تبارك وتعالى حكم الظهار في هذا الرجل وفي من يظاهر امرأته إلى قيام الساعة، على أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ثم سكت الشارع الحكيم على هنا، وإذا لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا وجب على الإمام المسلمين أن يطعم نيابة عنه، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يستطع أن يأخذ من مال بيت المال المسلمين فلا حرج عليه. هكذا يحترم هذا الشارع الحكيم كبار السن، ويعطف عليهم ويرحمهم ويرحم ضعفهم، فإنه لم يوجب على هذا الرجل مع كبر سنه أكثر من أن يطعم 60 مسكينا. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام ذنوبا من تمر، وكذلك أو عرقا من تمر، وكذلك زوجته أعطته عرقا آخر فأطعم 60 وعاد إلى زوجته، وأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم به خيرا، أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام به خيرا. وهذا أيضا من رحمة النبي عليه السلام بكبار السن. فقال النبي عليه السلام لخولة بنت ثعلبة: إني أوصيك بابن عمك يا خولة، أوصيك بابن عمك خيرا. وهذه رسالة من النبي عليه السلام لكل نساء المسلمين يوصيهن النبي عليه السلام بأزواجهن خيرا، خصوصا إذا كانوا قد كبروا في السن واحتاجوا إلى الرعاية والعناية، في ذلك أجر عظيم عند الله. مشاهدي الأكارم، كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كبار السن بالله لقرب أجلهم، يذكر كبار السن بالله لقرب أجلهم. إذا كبر الإنسان وتجاوز 60 إلى 70 فإنه ينتظر الموت، والله المستعان. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. فإنه ينتظر الموت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمة ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتزاوج ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى تذكيرا لكبار السن في كتابه العزيز، قال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر منكم من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال العلماء: النذير هو الشيب، النذير هو الشيب، فمن شابت لحيته أو من شاب شعر رأسه فإنه يعتبر قد قرب أجله، فعليه أن يستعد. هذا معنى النذير، أي أنك تستعد للقاء الله سبحانه والاستعداد للقاء الله بالعمل الصالح والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. لا تستطيع أن تقدم شيئا أكثر من هذا، فإنك أفضل ما تقدمه في آخر حياتك هو الاستغفار والتوبة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه كانت وصية الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرب أجله. فإن في هذه السورة نعي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما أفهم منها إلا أنها فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فكبير السن عليه في آخر عمره أن يحمد الله وأن يسبح ويهلل ويستغفر ويكثر من ذكر الله، فإن ذلك فيه العون الكبير حتى يختم له بحسن الخاتمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أعذر، فليس هناك بعد ذلك إعذار على الله عز وجل أكثر من هذا، أي لا عذر لمن بلغه الله 60 أن يكون بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يحذر كبار السن من حب الدنيا والاشتغال بطول العمر، فكان يحذرهم عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: قلب الشيخ شاب على حب 2، قلب الشيخ يعني كبير السن شاب على حب 2، ما هما؟ يقول عليه السلام: طول الحياة وكثرة المال، طول الحياة وكثرة المال. فالشيخ
يكون قد يئس من كل شيء إلا من اثنتين، يعني خلاص، يعني ليس هناك لدي رغبة في النساء، وليس لدي رغبة في اللعب والجري والضحك والمرح، لكن اثنتين له رغبة شديدة. ما هما؟ حب المال وطول الأمل، يتمنى أن يعيش إلى قيام الساعة، الله المستعان، ولا بد له من الموت. فهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزهد في الدنيا ويجتهد إلى الآخرة. ويؤكد أيضا ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البخاري ومسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال والحرص على العمر. نعم. كذلك يا إخواني في الله، شد النبي صلى الله عليه وسلم على كبير السن أن يقع في القاذورات عياذا بالله، أن يقع كبير السن في القاذورات من الزنا وشرب الخمر ومن الكبائر والفواحش التي لا تليق بكبير السن. كبير السن لا يليق معه إلا الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد، هذا الذي يليق به. كبير السن يليق به أن يدخل بيت الله تبارك وتعالى المساجد مبكرا قبل الأذان ويخرج منها آخر من يخرج، هذا الذي يليق بكبير السن. كبير السن يليق به أن يجلس مجالس الذكر والتسبيح والتهليل، وأن تكون مسبحته وتسبيحه سواء كان بالمسبحة أو بالأنامل حاضرا دوما وأبدا. يقول عليه الصلاة والسلام في تحذير كبير السن أن يقع في القاذورات، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة يرويه مسلم، يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، هؤلاء الثلاثة نزلت عليهم هذه العقوبة الشديدة من الله تبارك وتعالى، لأن سبب المعصية غير موجود بالنسبة لهم، فبالتالي كانت العقوبة شديدة عليهم أيضا. فكون الله عز وجل لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فالشيخ الزان ليس عنده من الشهوة ما يجعله يقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله أو في فاحشة اللواط، إلا إذا كان مفسد في الأرض ونفسيته خبيثة وعمله رديء، فهذا والعياذ بالله عقوبته أنه يوم القيامة لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. كذلك ملك كذاب، يعني رئيس دولة أو رئيس منشأة يكذب وليس هناك دواعي للكذب، يعني لا ينبغي له أن يخاف، يعني ليس له دواعي للكذب، فبالتالي ما الداعي أن يكذب؟ ثم أيضا وعائل مستكبر، يعني لماذا تتكبر أيها الفقير؟ العائل المستكبر هو الفقير، لماذا تتكبر وأنت فقير وضعيف؟ لأن المال قوة، وإذا أنت ما عندك مال أنت ضعيف. ما الذي يجعلك تتكبر؟ من وسائل الكبر كثرة المال مثلا، القوة. عاد تكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، لأن الله منحهم قوة وكانوا يحفرون الجبال بأيديهم، فبالتالي تكبروا والعياذ بالله على الله وأهلكهم الله. هذا مع أن دواعي الكبر موجودة بالنسبة لديهم، فعاقبهم الله أن الكبر في كل الأحوال محرم من كبائر الذنوب. العائل المستكبر، لماذا يا أخي تتكبر؟ لماذا؟ ما الذي يجعلك تتكبر وفي بطنك العذرة والعياذ بالله؟ لذلك الكبر مذموم، سواء كان غنيا أو فقيرا أو قويا أو صاحب سلطة، الكبر مذموم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمده. كنا نتكلم عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن أن يقعوا في المعصية فإن العقوبة تتضاعف عليهم
ذلك لأن دواعي العقوبة أو دواعي ارتكاب الفواحش والمنكرات منفي عنهم لكبر سنهم، فلضعف جسدهم في هذه الأمور ولكون رغبتهم في الله تبارك وتعالى، فلا يقع في هذه القاذورات إلا من خبثت نفسه والعياذ بالله. وكان من توجيهه عليه الصلاة والسلام أنه ينهاهم عن إزالة الشيب، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، الشيب نور المسلم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفوا الشيبة. وفي رواية لا تنتفوا الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. يا سلام، هذه كلها وردت في سنن أبي داود، صححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. يا سلام، هذه حقيقة يعني فضائل الشيب في الإسلام. فالإسلام جعل لمن شاب فيه الأجر والثواب. لاحظوا في هذا الأجر قال عليه الصلاة والسلام: ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. انظروا إلى من يعني شاب أكثر شعره، فإنه يعتبر أكثر أجرا وأكثر قربة عند الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف الذين يحلقون لحاهم ويذهبون هذا الوقار والنور من وجوههم يعتبرون في الحقيقة قد حرموا أنفسهم من الخير. وهذا لا يعني أن من شابت لحيته يعني حلقها أذهبها، هذا لا يعني أن كونه حلقها يعني حرم من هذا الأجر، لكن حرم من النور الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فبقاء الشيب وبقاء اللحية حرم أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين حرمتها وبين حلها في حلق اللحية. ولا شك أن الراجح هو حرمتها، حرمة حلق اللحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية في 5 أحاديث. فالشايب حتى لو قلنا أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، أنت قد شبت يا أخي، أصبحت شيبا وشيخا كبيرا، لما لا تموت وعلى وجهك سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لا تحسن خاتمتك فتعفي لحيتك وتقبل على الله بوجه نير وشيب هو نور كما قال عليه الصلاة والسلام؟ بالتالي الشيب لا ينبغي تغييره إلا ببعض المساحيق أو ما يسمونه بما يغير اللون غير السواد، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال في أبي قحافة والد أبي بكر، قال لما رآه قد شاب شعره ولحيته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا بشيء. وفي رواية قال: واجتنبوا السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فكأنه يحثنا عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم، أن نخالفهم ونخالف أعمالهم، فبالتالي نكون نحن قد نصبغ ونسارع في صبغة اللحية. وطبعا هذا لا يعارض كوننا نحن يعني نصبغ اللحية أو شعر الرأس بصبغ الحناء والكتم وغيره، لا يعني ذلك مشاهدي الأكارم أنه يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتفوا الشيب. فالنتف هو الحلق حقيقة، أشبه ما يكون بالحلق. والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الحلق وإزالة الشيب بالكلية وإزالة الشعر بالكلية، ولكن تغيير اللون لا بأس به.
وبهذا مشاهدي الأكارم نكون قد انتهينا فيما يتعلق بالتوجيهات النبوية الكريمة التي جاءت في احترام الكبير، فالكبير موقر في شريعة الإسلام ومحترم، وله الحقيقة وزنه وله مكانته. فكما رأيتم وسمعتم من بداية الحلقات في جانب الكبير، فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاه من الخير ما لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الحديث العظيم الذي يبين مكانة الشيبان وكبار السن أخرجه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. هذا الحديث العظيم يبين مكانة الشيبان. كذلك مشاهدي الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة باحترام كبار السن، وتعلمون قصة عمر بن الخطاب لما كان يذهب ليلا للمرأة العجوز العمياء الشلاء، كان يطعمها ويسقيها وينظفها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقدر كبر السن ويقدر ضعفهم ويبادر إليهم صلى الله عليه وسلم بدلا أن يذهب إليه، فقد عاتب أبا بكر في كونه أتى بأبيه يوم الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أن يذهب هو إليه. وكذلك كان يحسن استقبالهم صلى الله عليه وسلم ويحسن إكرامهم عليه الصلاة والسلام، وكان يمازحهم صلى الله عليه وسلم، وكان يطمعهم في رحمة الله ولا يقنطهم فيها. وهذا أمر عظيم حقيقة، يعني من وقع في القاذورات في كبر سنه فقد يأتي إليه اليأس، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب هذا اليأس وهذا القنوط من قلوبهم. فقد ورد عن عمرو بن عنبسة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. قال: قد غفر الله لك، قد غفر لك غدراتك وفجراتك. وفي رواية: فانطلق وهو يقول: الله أكبر. وكان عليه الصلاة والسلام مشاهدي الأكارم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الغزو بأن لا يقتل شيخا كبيرا ولا طفلا ولا امرأة، ولا يهدم صومعة على راهب، ولا كنيسة على حبر من أحبار اليهود. وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يحترم كبار السن حتى لو لم يكونوا مسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقدمهم في أمور كثيرة يقدمهم عليه الصلاة والسلام، ويقدمهم حتى في الإعطاء، كما جاء ذلك في قصة عبد الله بن عباس لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب، وبعد أن شرب وكان على يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام الغلام من أجل الأشياخ. هذا الاستئذان في حد ذاته يدل على مكانتهم وعلى قدرهم. كذلك كما ذكرنا قدمهم في الإمامة، وكذلك قدمهم في السلام، قدمهم في السلام، وقدمهم في أمور كثيرة صلى الله عليه وسلم، حتى في الإعطاء قدمهم في الإعطاء، كما في حديث الرجلان اللذان انطلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة السواك، والذي هو مطهرة للفم ومرضاة للرب. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعني يخفف عنهم الأحكام كما ذكرنا. فمثلا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم في نهاية رمضان فإنه يطعم عن ذلك مسكينا، عن كل يوم مسكينا نصف صاع. وهذا
إذا كان يعني كبر سنه مستمرا، بمعنى أن كبر السن هو بالفعل مستمر، لكن منعه عن الصيام قد يكون أحيانا يستطيع أن يصوم، فإذا كان يستطيع أن يصوم فعليه القضاء. أما إذا لم يكن يستطيع أن يصوم فعليه فقط الكفارة ولا قضاء عليه في أصح قولي العلماء. نعم. وهكذا هذا التخفيف لكبير السن مشاهدي الأكارم، لأنه فعلا لا يستطيع أن يقدم إلا ما يمكنه ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا في كبار السن يعني يذكرهم ويحثهم بذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك يحذرهم من الوقوع في الكبائر، وأيضا يحذرهم من كثير من القاذورات، وخصوصا في وقوع شرب الخمر. وكان في آخرها تحدثنا أنه ينهاهم عن نتف الشيب ويأمرهم بصبغة الشيب. هذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن من البداية إلى النهاية، منذ أن يخلقهم الله تبارك وتعالى ضعافا ثم أقوياء، ثم يكون الإنسان بعد ذلك شيخا كبيرا، فإنه يكون له مكانة عظيمة في الإسلام، وهذا يدل على سماحة هذا الدين العظيم. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون كبار السن، وهذه كانت سنة ماضية أصلا في العرب وفي غير العرب. غالبا كبير السن سبحان الله هو مقدر ومحترم في هذه البشرية، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقال: لقد كرمنا بني آدم. فبني آدم كرمه الله تبارك وتعالى وجعله فطرة يحترم كبار السن ويوقرهم ويقدرهم ويرحمهم ويعطف عليهم. وهذا الحقيقة منتشر في البشرية كلها، في جميع الأديان، في جميع التوجهات. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، أنه جعله يحترم ويقدر. ومن رحمة الله عز وجل للإنسان في الإسلام أن جعل له مكانة كبيرة، خاصة إذا كان والد، إذا كان لديه من الذرية، فإن الله تبارك وتعالى قرن عبادته باحترام وتوقير الكبير. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والوالدان هم كبار السن، فوالدان كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الإسلام، يحترم كبير السن ويقدر له مكانته. والوالدان أمرهما عظيم عند الله تبارك وتعالى حتى لو كانا مشركين. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا إله إلا الله. حتى لو كان عدوين للإسلام والمسلمين وكان يأمرانك بالكفر والإشراك، فيقول الله عز وجل: فلا تطعهما. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا تعاديهما، وإنما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعروف هو كل شيء عرفه الناس بالحسنى وبالخير، المعروف ما عرفه الشرع. ولذلك لما جاءت إحدى المشركات تزور إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمها تزور ابنتها، فقالت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أستقبل أمي؟ فقال لها: نعم، استقبل أمك وبرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يحترم كبار السن بهذا المستوى من الاحترام والتقدير الذي بينه الله تبارك وتعالى، حيث قال: فلا تقل لهما أف. وكلمة هي أدنى الكلمات التي تقال لكبير السن حين الاضطجار، لما يكون الإنسان. وكبير السن في الغالب يجعلك تتضجر من كثرة طلباته، من كثرة أوهاته، من كثرة أعمال، لأنه في الحقيقة أحيانا يعود إلى طفل، والطفل يحتاج منك إلى الصبر والتحلم. طفل لأن فيه براءة وفيه ملوحة،
فغالبا أنك أنت تقبل منه. أما كبير السن إذا تحول إلى طفلا فإن طبيعة نفسك تنفر منه. وهنا جاءت الشريعة أن لا تنفر من هذا، ولا تغضب، ولا تقول لهما أف، ولا تنهرهما. أوه أنتم لماذا كذا ولماذا كذا، أنا طفشت، أنا الحقيقة أصابني من الضجر والهم والغم. لا تقل هذا الكلام في أمام والديك، فإنها تغضب الله تبارك وتعالى. وسبحان الله يعني الأزمان تتقلب، وسوف يأتي الدور عليك حينما تمر السنوات والسنوات، وفي النهاية أيضا أنت ستصبح شيخا كبيرا، وأنت ستصبحين عجوزة أيضا، وسوف تكبر ابنتك ويكبر ابنك، ويعيد التاريخ نفسه. نعم في ذلك. فإذا كنت أنت مع أبيك محترما مقدرا، ومع كل إنسان كبير، فإن الله يهيئ لك من يحترمك ويقدرك ويخفض جناح الذل لك من الرحمة. نعم. فكما تدين تدان مشاهدي الأكارم. لذلك هذه الوصايا العظيمة تدل على سماحة هذا الإسلام، وأنه حقيقة جاء لينشر السلام بين جميع الفئات. فها هو الله سبحانه وتعالى يرعى الصغير قبل أن يخلق، فيأمرك الدين أن لا تتزوج إلا صالحة. فإذا حملت بالرجل فإن الله يأمرك أثناء مواقعتك لأهلك أن تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى لا يضرك شيطان. وهذا الله عز وجل يحميك وأنت في ظهر أبيك. فإذا انتقلت إلى بطن أمك فإن الله أيضا يحميك إذا كانت هي امرأة صالحة وكانت تقرأ القرآن وتصلي وتسبح وتدعو الله، فإن هذا يؤثر أيضا فيك وأنت محمول. ثم إذا أخرجك الله من بطن أمك لا تعلم شيئا، فإن الله عز وجل يحميك أيضا بأبوين صالحين يعلمانك القرآن والدين والسنة، ويربيانك على الطهارة والعفة والإقبال والشجاعة والكرم وغير ذلك من مكارم الأخلاق. فإذا أصبحت قويا وحملت الراية وستجني كثيرا من الأعمال الصالحة، يعجب ربك من شاب لم تكن له صبوة. فأنت في فترة الشباب ليست لك صبوة، ولم يكن لك أي من الكبائر ولا من القاذورات ولا نساء ولا بنات ولا شيء، فإن هذا مما يعجب الله عز وجل منه. كيف شاب لم تكن له صبوة؟ ثم يأتيك الشيب على أقدار الله تبارك وتعالى التي لا بد منها. فكما أنت قدمت في فترة طفولتك وفي فترة شبابك وفترة قوتك لأبويك، فإن الله هنا أيضا يهيئ لك من يقدم قوتك وشبابك. مشاهدينا الكرام، هذا هو ديننا، وهذه شريعتنا، وهذا هو ما ينبغي عليه أن نكون الحقيقة من الطاعة والاستقامة لله تبارك وتعالى في جميع المراحل. فالله سبحانه وتعالى قد خلقنا أطوارا وطلب منا أن نذكره ليلا ونهارا سرا وجهارا، فإنه خلقنا سبحانه وتعالى وسوف نعود إليه حتما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.